تعالوا نتكلم عن كتيب المفاهيم. ناس كتير جدا بعتت لي هل فعلا كتيب المفاهيم ليه فايده في امتحانات ثانويه عامه ولا ملوش فايده؟ انا هقول لكم انا كسلمى استخدمته في ايه وفادني جدا جدا جدا، وفي مواد تانية صباح الفل كده يعني كان كتيب المفاهيم اصلا محتاج حد، يعني محتاج اذاكره قبل ما ادخل الامتحان. فانا هقول لكم أنا استخدمته في ايه وايه اللي ما استخدمتوش فيه. اول حاجه الجيولوجيا يا جماعه كنز كنز، انت معاك كنز، انت معاك المنهج كله بالتفصيل الممل الدقيق كله في كتيب المفاهيم. انا بجد مش عارفه الناس اللي مثلا اللي جابت درجه وحشه في الجيولوجيا ازاي، بقول لكم يعني الامتحان كله معاكم والله العظيم بجد. انت دلوقتي لو انت معاك كتاب الامتحان مثلا بتاع 2024، هو يعني في المنهج كامل ومعاك كتيب المفاهيم، هتلاقيه برضو في اللينك بتاع الوزاره او تقدر تنزله من اي مكان يعني. امشي صفحه صفحه كده في كتاب الامتحان وكتاب المفاهيم، هتلاقي كل الكلمات مكتوبه فيه. وبجد انا صدمت، يعني انا طول السنه عماله احفظ وعماله اذاكر وفي الاخر لقيت ايه؟ لقيت المنهج كله اصلا موجود في كتاب المفاهيم. الجيولوجيا هو مفيد جدا جدا جدا. تاني حاجه معانا هو الكيمياء. الكيمياء برضو مفيد جدا جدا، فيها في كل معادلات، طبعا مش باستفاضه ومش بالتفصيل، ولكن في معادلات كتير لو انت مثلا نسيت اي معادله هتلاقيها موجوده. ده أنا اصلا لقيت المعادله في الامتحان بس انا صريحه معاك اهو، لان المعادلات انت بتكون عارف السكيما اللي عامله المعادله. عشان كده وانا مثلا دلوقتي بهتم بالشرح ايه، خصوصا العضويه يا جماعه بجد اسكيمات عامه، ما تقعدش تحفظ لي ازاي احضر ايسين وازاي احضر. هو ممكن يقول لك مثلا حضر لي بروبين، فانت ما خدتش تحضيره بس انت واخد الفكره العامه للتحضير. فعشان كده اهتموا بالاسكيما العامه للمعادله، مش ان انت تحفظ معادله ده زائد ده اداني ده زائد ده اهو، مفيش الكلام ده. طب ده بالنسبه للكيمياء. بالنسبه للعربي فادني جدا برضو في حته الادب، بس ده اللي انا كسل ما استفدت منه، ان انا يعني جايه كده بشوف وانا بحل الادب كنت بس بستبعد السمات. بصراحه في باقي الفروع انا ما استخدمتوش، لان كده كده القراءه متحرره والنصوص متحرره والبلاغه صباح الفل متحرره، فكله كان متحرر بس ما عدا جزء الادب. نيجي بقى لموضوع الفيزياء. في مدرس على السوشيال قال لي يا جماعه ده انتوا معاكم برشام بقى وكل القوانين وكل حاجه موجود. طبعا انا قلت ايه، ده انا معايا ملزمه بقى. طبعا انت دخلت الامتحان بجد كتاب المفاهيم في الفيزياء عامل زي ايه، الكمبيوتر يعمل بالكهرباء، اقسم بالله ما في اي معلومه. يعني انا ببص هنا وهنا، هو اوكي هو جايب لك المنهج بس صباح الفل اصلا الاسئله محتاجه استنتاج. يعني عارف انت مثلا القانون اللي هو الاي بيساوي في على ار، هو كاتبه لك، طب هل هو هيجيب لك في الامتحان الاي بيساوي في على ار؟ ممكن يجيب لك رسمه اوكي تستخدم فيها اي بيساوي فيها على الار، ولكنها دي خطوه، يعني دي ضمن خطوه اصلا من المساله، لكن مش هي المساله اكيد. فاللي هو محتاج واحد مذاكر جدا، فانت ما تعتمدش على كتيب المفاهيم في الفيزياء خالص، غير مثلا لو نسيت قانون معين هتقدر تستخدمه يعني يساعدك في الحل، لكن انت تعتمد عليه بنسبه 50% لا، مش هتعتمد عليه. بالنسبه للانجليش فانا ما استخدمتوش خالص خالص، يعني ما استفدتش منه حتى بكلمه واحده ولا اي حاجه خالص خالص. بالنسبه للفرنساوي مش عارفه هو هيدوكوا دلوقتي كتيب مفاهيم ولا لا، بما ان هو دلوقتي مش منطف، مش عارفه انتوا يعني ايه النظام. بس هو فيه كل حاجه، ولكن انت لازم تكون مذاكره لان هو كله بالفرنش، فصباح الفل يعني انت لو مذاكر اصلا هتحتاج كتيب المفاهيم اكيد لا. في كل الجرامر، في كميه كلمات يا جماعه رهيبه، يعني ممكن اصلا الكلمات دي تستخدمها في ان انت تكتب الايميل اللي بيجي لك في الفرنساوي. فده كتيب المفاهيم بجد، يعني انت هتستفيد منه جدا في الجيولوجيا وفي الكيمياء، لكن الباقي لا خالص.